الله عز وجل. مرحبا بكم حضور على الرحمن تعالى، مرحبا بكم لتحفكم الملائكة ولتتنزل عليكم السكينة وليذكركم الله في من عنده، خذكم الله واجتاكم وتبوأكم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم في هذا المكان الطيب الطاهر على الطاعة، أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أسألنا أن يكون بيننا في ذلك اليوم، في ذلك تلك المحاضرة الجامعية يوم بداية كسبة التوحيد، أن يكون بيننا وفضيلة الشيخ سيد عطية، فليتفضل المحاضرة معنا وفي سنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، وعلم ما هم عاملون عليه من خير أو شر سبحانه، أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. هو الأول سبحانه وهو الآخر جل جلاله، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أوحده جل جلاله فلا إله غيره ولا معبود سواه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فكشف الله به الغمة، وكان يمشي على جمر الأسى والعنت لكي يبلغ دين الله تبارك وتعالى. ففي الحديث الذي روته أمنا عائشة من رواية من الإمام مسلم أنها قالت: ما شهد صلى الله عليه وسلم غاديا ولا رائحا إلا وهو يقول: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا النبي الهاشمي محمد، هذا لكل العالمين رسول، هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تسيل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما لاح برق في السماء دليل. أما بعد أيها الأطهار الأبرار، استمعوا جميعا إلى حبيبكم المصطفى ونبيكم المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحافتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فالله عز وجل أسأل أن يذكرنا عنده في الملأ الأعلى، إنه أرحم الراحمين جواد كريم. أحبتي في الله، وقبل أن أنسج خيوط هذا الدرس بفضل الله عز وجل، أتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء لعلها تكون ساعة إجابة. فاللهم اغفر لنا جميعا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لي ولا هذا الجمع في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا صدرا ضيقا إلا شرحته. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، وسد الدين عن المدينين، واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين. اللهم لا تخرجنا من هذا المسجد أجمعين إلا بذنب مغفور وبتجارة لا تبور. اللهم ارزقنا حجة ترضى بها عنا، وما ذلك عليك بعزيزنا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
ثم أما بعد، أحبتي في الله تبارك وتعالى، قبل أن أنسج خيوط هذه المحاضرة أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل جنته ورحماته وغفرانه، وأن يبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وأن يثبت أقدامنا على الصراط يوم تذل الأقدام، إنه أرحم الراحمين جواد كريم. وأحبتي في الله، هذا هو الدرس الثاني تحت عنوان هذه السلسلة المباركة التي هي بعنوان من أسباب دخول الجنة. ذكرنا في أول محاضرة أن الجنة لا ينالها أي عمل، رغم أن الله عز وجل يقول وتلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فقال هذا محض فضل من الله تبارك وتعالى. أرجو من إخواني هناك أن يتقدموا بارك الله فيهم. أسأل الله كل من يتقدم خطوة أن يرى وجه النبي محمد في جنة الرحمن. تقدموا جزاكم الله خيرا. هذا من السنة إن شاء الله رب العالمين. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تلفهم عباءة واحدة حتى تقاربوا إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أحبتي في الله، ذكرنا بأن الجنة عمرك ما تنالها بعمل، لا صلاة ولا صيام ولا طاعة لله تبارك وتعالى، هي محض فضل من الله عز وجل. هذا في المحاضرة الأولى. المحاضرة الثانية ذكرنا أن من أول أسباب دخول الجنة قلنا بر الوالدين، لأن لما رأينا من عقوق الآباء للأبناء فضلا عن عقوق الآباء للأبناء. ولكن ذكرنا بفضل الله عز وجل الآيات والأحاديث، وبفضل الله عز وجل هذه هي المحاضرة الثالثة في هذا الأمر بفضل الله عز وجل. من أسباب دخول الجنة القرآن. وعناصر المحاضرة: أولا جيل القرآن هو جيل التمكين. الثاني القرآن نقل الصحابة من رعاة غنم إلى قادة أمم. الثالث كيف ننتفع بكتاب الله تبارك وتعالى. الرابع مواقف مؤثرة من القرآن الكريم. وأخيرا أمة لا تقدر كتاب ربها إلا من رحم الله عز وجل. أحبتي في الله، أعيروني قلوبكم وأسماعكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يخلط القرآن بعظمنا ودمنا ولحمنا، وأن يجعله شافعا لنا ومشفعا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أولا جيل القرآن هو جيل التمكين. أحبتي في الله، الله تبارك وتعالى ذكر أن من أسباب التمكين الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. نرى أمة النبي صلى الله عليه وسلم الآن في ذيل الأمم. استرشد الغرب بالماضي فأرشده، ونحن كان لنا ماض نسيناه. نعم، نذكر ونبكي على اللبن المسكوب، فنقول صلاح الدين قد حرر القدس فمن لها الآن، ونقول أن الأندلس أصبحت الآن أسبانيا، وأن إسلامبول هذه التي كان الأذان فيها 5 مرات في اليوم يعرض البنات والنساء فيها في باترينات للجنس وللبيع. نرى أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت أمة متشرذمة، أصبحت تستقي وتأخذ الفتاة من الشرق ومن الغرب ومن الشمال ومن الجنوب. ولذلك ترى عجبا بعدما توحدون الله تبارك وتعالى. لماذا هذه الهوة الساحقة بين ما نقرأه في الكتب وبين ما تحياه الأمة اليوم يا إخواني؟ امرأة كافرة بالله عز وجل تقول، وهي رئيسة وزراء بريطانيا، تقول كيف يشقى المسلمون ومعهم كتاب ربهم. ازاي ان دينهم باطل؟ يقول لك اذا ضربك اخوك على خدك الايمن ادر له خدك الايسر. هم الذين يقتلون المسلمين في الشرق والغرب. والقرآن يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. خانعون مرجفون قاعدين جنب الحيط. الله،
تمسك بالقرآن هداه الله تبارك وتعالى لصراط مستقيم. جيل القرآن هو جيل التمكين. ازاي يمكن لك وانت غائب عن القرآن؟ مخطط يهودي شغال هقوله في اخر المحاضرة. اول المخطط اندثار الكتاتيب. ايام سيدنا اللي كنا بنبوس ايده، ايام سيدنا اللي كان بيحفظنا قرآن، وله راحت 14 من المؤامرة على ان الامة ما يكونش فيها قرآن. مش هيقول قرآن يتلى، لا، لان الله عز وجل هو الذي حفظه. ولذلك يذكرني الحجاج وهو كان يصلي، رأى شابا يصلي بخشوع فسأل: من أبوك؟ قال له: أبي توفاه الله. قال له: ترضى أكون أنا أبوك؟ قال له: أتكسوني إذا عريت؟ قال له: أيوة طبعا، أجيب لك هدوم. قال: أتطعمني إذا جعت؟ قال له: نعم. قال: أتحييني إذا مت؟ لو أنا مت تحييني؟ قال له: لا. قال له: إذن اتركني للذي خلقني ويحييني ويميتني ويرزقني وهو الله تبارك وتعالى. قال له: طب أنت حافظ القرآن؟ قال له: كيف أحفظه والله الذي تولى حفظه. ازاي نحفظ القرآن؟ ربنا يقول لنا أنزلنا احنا نزلنا الذكر وإنا له حافظون. قال له: ما أقول إيه؟ قال له: قل هل وعيت القرآن؟ وعيت الآيات. ولذلك أحبتي في الله، جيل التمكين هو جيل القرآن، جيل متقرئن. الصحابة أيام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما يقولكش أنا بحفظ في سورة كذا أو في آية كذا، لا. تخيل إن في صحابي الوقت ماشي على الطريق وانت بتراقبه، راقبه كده، من مراقبتك له تعرف هو بيحفظ في آية ايه. تخيل وهو بيحفظ في سورة ايه. رحم الله ابن عمر عندما كان يأتي له سائل يقول له: اعطني مما اعطاك الله، يقوم يعطي له سكر. فكانوا يقولون له: انت معاك المال وتدوش فلوس ليه؟ يقول: انني اليوم احفظ آية من كتاب الله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وانا احب السكر. سيدنا سلمان الفارسي يأكل ويأخذ فتات الخبز ويضعها بجانب الجدار. يسألوه: تعملت كده ليه؟ يقول: لأنني اليوم أحفظ آية من كتاب الله: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وهؤلاء النمل جيراني وقد أوصانا الله بحسن الجوار. ما توحدوا العزيز الغفار. شوف صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ده ايه شغل؟ ده ايه مكانه؟ فانظروا أحبتي في الله إلى أن جيل الصحابة هو جيل التمكين بفضل الله عز وجل، الذين إن مكناهم في الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر بخلافة راشدة على منهاج النبوة. لكن امتى؟ سبحان الله، إذا رجع الناس إلى ربهم بقرآن الله تبارك وتعالى كما سنعلم. ولذلك القرآن أحبتي في الله نقل الصحابة من رعاة غنم إلى قادة أمم. إزاي؟ كان ينزل القرآن غدا طريا على قلب النبي محمد، ما تصلى عليه. كان ينزل القرآن غدا طريا على قلب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يذهب الى سيدنا ابي بن كعب او غيره من كتاب الوحي، يقول له: حط آية كذا في مكان كذا، يحفظها الصحابة ويحفظها اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي كان يقول: كنا نحفظ 10 آيات لا نتجاوزها حتى نعلم ما فيها فنعلمها أنفسنا ونعلمها أولادنا. وحدت الله تبارك وتعالى 10 آيات. ولذلك واحد يسألني يقول لي: ايه أفضل طريقة للحفظ؟ أقول له: 10 آيات كما فعل صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نوحد الله تبارك وتعالى.
ونصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لما نسمع يا أخوانا اسم صحابي نقول رضي الله عنه، نترضى على الصحابة. تابعي نقول رحمه الله. سيدنا النبي محمد نصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم، ولك أن تصلى عليه جهرا بصوت. يعني لما واحد يقول لك صلى على سيدنا النبي تقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي محمد، او تقول اي صيغة، ما تقولش اصل قلت في سري. اتنين ما يتقالش في السر. لو انت عطست لازم تقول بصوت مرتفع الحمد لله، اللي يقول لك ارحمك الله. لو انت قلت بسرك مش هيشمتك. اتنين كما قال العلماء الصلاة على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا عمر بن الخطاب والصحابة جميعهم نقلهم القرآن من إلى، يعني بالله عليك تخيل رجل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يأثره مين؟ قائد الروم هرقل، يحطه في الزنزانة ومعاه 30 أسير من المسلمين، يحطه في مكان لوحده، يلاقيه قاعد بيقيم الليل، يضربه ويعذبه قاعد بيقيم الليل بالقرآن. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، يعني موافق للسان للقلب. لو عاوز تراجع الآيات راجعها بالليل وانت بتصلي في الليل قبل ما تنام. سبحان الله، في هدوء الليل وفي سكونه، ويواطئ اللسان القلب، فتنزل الآيات بردا وسلاما على قلبك. اللهم أنزل القرآن بردا على قلوبنا يا رب العالمين. سبحان الله. فسيدنا عمر بن الخطاب، شوف سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي يأسره هرقل، يلاقي قاعد يقيم الليل. الراجل ده بيقول قرآن وكلام حلو وجميل، لأن طبعا عندنا احنا هنا الآية في سورة فصلت الآية 26 وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. مش عاوزين يسمعوا القرآن، مش عاوزين يسمعوا هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان الله، تجد رجل قلبه مريض وفي سمع عياذا بالله. سبحان الله رب العالمين. تجد ان اي حاجة في الدين تلاقيه بعيد عنها، وتلاقيه يصد عن الله عز وجل. شكوى في المسجد، ليه؟ اصل بشغل الخارجي. شكوى في امن مش عارف ايه، اصل بطول مش عارف ايه، اصل المراوح كده في قلب. هو سبحان الله، ان الله خلق اناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، فطوبى لرجل جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وبؤسا لرجل جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير يا رب العالمين. فشوف هرقل سمع القرآن، عاوز الراجل ده مين؟ عاوز يعرفه. قالوا ده قائدهم عبد الله بن حذافة السهمي. قالوا طب تعالى، ده انا هعمل بيك بقى مصلحة كبيرة قوي، انا لازم اخليني ورا الراجل ده لحد ما يترك هذا الدين ويترك هذا القرآن. تعالى يا ابن حذافة. هرقل بيقول لي مين؟ بيقول لي سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي، بقول له تنصر يا ابن حذافة وانا اعطيك نصف ملكي وازوجك ابنتي. اتنصر، هديك نص ملكي واجوزك بنتي. شوف الاغراء قد ايه. فقال له والله لو اعطيتني ملك الدنيا كله ما كفرت بإله محمد. لو اعطيتني ملك الدنيا ده كله ولا قيد انولى. لما يجي سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي يشوفنا دلوقتي والاطفال قاعدين يسبوا الدين، بيحصل، وبقى الناس قاعدين يصلوا وسب الدين بره، وتيجي تلاقي واحد يقول لك ايه يا شيخ انا ما بسبش الدين، انا بقول ديك. تعرف النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بهذا الامر. ما توحدوا الله.
حديث رواه الحاكم يقول لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. ما تصلوا عليه. الواحد نايم والديك قاعد يقول اذكروا الله يا غافلين. سبحانك يا رب. لا تسبوا الديك، لدرجة ان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يعني شوف حاجات المسلمين بيعملوها بينهم وبين بعض كده وبيستهنوا بيها. انت في ايدك سكينة تقوم تكلم واحد وتشاور له بيها كده، حتى لو بيتكلم في اي موضوع. تعرف النبي يقول ايه؟ من اشار الى اخيه بحديدة فان الملائكة تلعنه حتى ينزع. يعني شوف سيدنا النبي عاوز يحافظ علينا ازاي. ما تشاورش لاخوك بسكينة او بحديدة. اما تيجي تكلم اخوك ما تشاورلوش بصبعك، قول له بص هنا. ليس من هدي سيدنا النبي. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشار الى رجل يشير له بكل يديه، يقول هذا فلان لما لا تفعل ذلك. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شوف احنا بعيد عن سنته ازاي. قال له تنصر وديت نص ملك، قال له والله لو اعطتني ملك الدنيا كله ما كفرت باله محمد. ازاي؟ ازاي بعد ما الايمان يخالط بشاشته القلوب؟ ازاي؟ ده هرقل سأل ابو سفيان في كتاب بدء الوحي في البخاري، قال له اللي اسلموا اللي باسلموا مع محمد هذا كتير يعني من الناس من علية القوم ولا فقراءهم؟ قال لا من فقراءهم. قال هكذا دعوة الانبياء. طيب اللي بيأسلم بيرتد سخطة لدينه؟ قال له لا. قال له هكذا إذا باشر الإيمان بشاشته القلوب. ما توحدوا علام الغيوب. ده هرقل اللي بقول، لأن هرقل كان عنده علم من الكتاب. طب نعمل في الراجل ده ايه علشان نخليه؟ انا عاوز اقول لك شوف القرآن كان بيثبتهم ازاي ساعة المحن، وكان القرآن بيعمل فيهم ايه، والقرآن دلوقتي بيعمل فينا ايه، او احنا بنعمل ايه في القرآن. حطوه في زنزانة لوحده، جوعوه 3 ايام لدرجة ان لسانه رضي الله عنه وارضاه تدلى على صدره من كثرة الجوع. حكمات بقى واليهود والنصارى الاثنين بيكونوا مع بعض رغم انهم بيكرهوا بعض، بس الاثنين يحطوا يدهم في ايدين بعض لو كان العدو هو الاسلام. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين يا رب العالمين. سبحان الله. عاوزين ناكله، قالوا اكلوا لحم خنزير وشربوا خمره. دينه بيقول له كده. بعد 3 ايام وده مبلغ يعني من الجوع لا يصل اليه انسان، خلاص بعد كده ممكن يموت بساعة او ساعتين. فلما فعلوا لا فيه ذلك قربوا له خمرة لحم خنزير، كل فامتنع عن الطعام. مش هاكل. ليه؟ ده انت دينك يأمرك ان تأكل. تعرفوا يا اخوانا بعد ما تصلوا على سيدنا النبي محمد وتسمعوني توحيد الله تبارك وتعالى، سيدنا عبد الله بن حذيفة السهمي تعرف قال له ايه؟ كلمة لها العجب والله. كلمة تكتب على جبين الدهر بصفحات من نور بمداد من ذهب. قال إن ديني يأمرني بذلك ولكن لا أريد أن أشمتكم في ديني. مش عاوز أشمتكم في ديني. اخواننا اللي يقول لك معلش يا عم الشيخ معلش يعني اهون يا مدهون انت بتقول عليه احسن عندي من 20 واحد مسلم، لا بيكذب ولا بنافق ولا بجد. بعد كده بتكذب القرآن.
ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكون سواء. بيعمل بانوراما علشان دينه. فعشان تشمت المسلمين في ديننا ولا ايه؟ خلينا كويسين. ووالله لو عقل المسلم لعلم أن حذاء المسلم أفضل عند الله من ملء الأرض مثل هؤلاء. يكفي إن أخوك المسلم الذي يوحد الله تبارك وتعالى وإن كان فيه ما فيه يمكن أن يرجع إلى الله عز وجل أن يتوب وأن يكون في ميزان حسناتكم أيام. أما هذا ليس عنده الأصل، ما عندوش لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال لا أريد أن أشمتكم في ديني. فأعطوا له طعام علشان يأكل، جابوا له طعام تاني فأكل وشرب وحمد الله تبارك وتعالى. نعمل في الراجل ده إيه؟ قالوا له بص، في الجزيرة العربية ما فيش فيه نساء. خد بالك المخطط ده اللي ماشي بيه اليهود بالظبط، سياسة التجويع وسياسة الإغراء وسياسة القتل، هم دول اللي ماشيين بيه في فلسطين وفي العراق وفي جميع أقطار الأرض. أول أمر التجويع. الأمر الثاني قالوا له ما فيش في الجزيرة العربية نساء شعر أصفر وعينين خضراء وحاجات حلوة كده، افتحوا لهم قنوات فضائحيات، اعمل لهم أي حاجة، أي إغراء، اعملوا ملكات جمال، تخرج ملكات جمال السيقان وملكات جمال واعرض على المسلمين، اغري المسلمين، نزل المسلمين رب السماوات والأرض وهو الله. رجل قال كده، رجل كافر قال كده، قال سأجعل المسلمين ينصون الله بالتلفزيون. والثاني قال كأس وغانية يفعلان في الأمة المحمدية ما لا يفعله 1000 مدفع. شوف هرقل راح جايب أجمل امرأة في القصر، قال لها بصي أنا يعني اديتك الباب مفتوح، اعمل اللي انت عاوزاه. هو فين؟ قال لها دخل. بعد ساعة أخذت تصرخ وتقول أخرجوني أخرجوني، خرجوني. راحت لهرقل بقى، ها بشري. قالت والله يا سيدي لا أدري أرسلتني إلى رجل أم أرسلتني إلى حجر، كلما اقتربت منه وكشفت عن مفاتني غض بصره ورفعه إلى السماء وقال لا إله إلا الله. ولذلك ربنا يقول كل مؤمن يغض من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى أطهر لهم إن الله خبير بما يصنعون. من ضمن الأشياء اللي شاهدتها بعيني، رايح دمياط في خطبة الجمعة، أجد في الطريق عجبا عجابا، قرية من القرى، بيت بالطين متسقف بعروق وفوقه دش. الكلام ده من 5-6 سنين، كان الدش ب5-6 آلاف جنيه. فقلت له استنى هنا الحاج، تعال نشوف البيت ده نشوف كده، يعني راجل معاه فلوس، طب ما يهد البيت ويبنيه بالاحمر زي ما بقولوا، في حاجه. طرقت الباب، سلام عليكم. طلع لي راجل عجوز في السن، لا حول ولا قوه الا بالله. سلام عليكم يا عم الحاج، انا فلان الفلاني، بس هتسأل سؤال بس. ما شاء الله طبق كبير قوي. قال لي ابني قعد في ايطاليا 13 سنة فخيرني اهد لك البيت وابني بالمسلح ولا عاوز ايه؟ قال له لا، سيب البيت زي ما هو وهات لي الدش. قلت له ما شاء الله، وبشو دفش يا حاج؟ قال له الحمد لله. انت مين؟
ولما فشى الجهل في الناس تجاهلت حتى قيل أني جاهل. ذلك سبحان الله سيدنا عبد الله بن حذيفة السامي لما أرسلوا المرأة يغض البصر، بعض من الناس يقول لك يا عم الشيخ انا كبير في السن وخلاص ما فيش فيا بقى للنساء وخلاص كل عام وانت طيب، يبقى انا بقى اطلق بصري براحتي يعني، تاخد لي بالك؟ لا والله، من قال الامر للرجل للمرأة كذلك انها تغض من بصرها. ليه؟ ما توحدوا الله تبارك وتعالى، لان الامر في القرآن الرجل والمرأة على السواء، كل المؤمنين كل المؤمنات. ولذلك كان من طرائف ان امرأة عجوز صبرت مع الراجل جوزها كتير، وهذا كان حقيقي مش طرفة يعني، تصبح الصبح تلاقي مية مغرقاها، فيه ايه؟ قالت اما انام كده انام مفتحة عين ومغمضة عين، راجل 80 سنة وحاطط التلفزيون في اوضه النوم وقاعد بيشوف بقى قنوات، نسأل الله العفو والعافية رب العالمين، يبص للمرأة من دول يقول يا سلام، شايف النسوان ده تنانيلة في حظنا الهباب وتفكس عليك وعلى اللي خلانا اتجوزك. حقيقة وراجل كبير في السن. فتخيل اخي وحبيبي في الله ان غض البصر، يقول الامام ابن القيم في كتابه الفوائد يقول ان غض البصر له امر متعلق بالفرج. ليه؟ لان هي آية واحدة، ما فيش آية بين آية. قل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، اللهم احفظ فروجنا وفروج نسائنا يا رب العالمين. ولذلك احبتي في الله، شوف لما عرضت نفسها عليه غض البصر على طول. والله لو 10 من النساء ارادوا ان يفتنوا انسانا وهو غاض لبصره ذاكرا لربه مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم لعصمه الله تبارك وتعالى، كيف لا؟ ولو رجل مطلق بصره، ولو امرأة نتنة قبيحة المنظر والوجه لافتتن بها ما دام لم يغض البصر. ولذلك سبحان الله النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الفضل بن عباس كان يركب خلفه في الحج، فسيدنا الفضل يرى نساء فينظر إليهن، يبص لهم، يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يقوم محول وش الفضل للناحية التانية. شوف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا الفضل يبص يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ماسك وشه وما يوديه الناحية التانية. قالوش اتق الله انت مع نبي، ما تحترم نفسك، انزل من هنا، كيف انا مركبك ورا نبي؟ لا. لما سيدنا الفضل في الحج شق رأسه نزل دم، يعني بيرفع رأسه حجر راح جاي في دماغه، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا فضل هذه بتلك. تعرفت النبي صلى الله عليه وسلم عاوز يقول ايه؟ عاوز ايه يا ابو عبد الرحمن؟ عاوز يقول ايه؟ قال له هذه بتلك. سبحان الله، يبقى النظر يورث الشهوة عياذا بالله. طب نعمل في الراجل ده ايه؟ قالوا بص انا زهقت منه، هاتوه اصلبوه واضربوه في ايديه ورجليه ينزل دم مش مشكلة، بس كل سهم قولوا له تنصر يا ابن حذيفة. يفعلوا ذلك؟ سبحان الله، تنصر يا ابن حذيفة يقول لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. سبحان الله رب العالمين. كان في الصرب لما دخلوا على المسلمين وقعدوا يدبحوهم، كان فيه في أسرة كانت حديثة عهد بإسلام، لسه بأسلمها من أشهر، فجاء الرجل الكافر وقتل الزوجة، وقال للرجل تنصر ابصق على المصحف، قال له لا، فقتل الابن الأول فامتنع، الثاني الثالث امتنع، فأشار المسلم إلى رقبته
قال له يعني تقطع رقبتي وما مسش المصحف، ما اقدرش ابصق عليه، رغم ان الله اباح الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. لكن شوف سبحان الله، ما ينفعش. سيدنا عمار بن ياسر ياخذ بالرخصه سيدنا خبيب بن عدي وهو هيموتوه، قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شل ممزعي. ثم قال اللهم بلغ سلامي إلى حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي في المدينة قالوا عليك السلام يا خبيب، ويبكي. قالوا له يا رسول الله ده خبيب في ذات الرجيع مع 8 من الصحابة، في حصل ايه؟ قال ان الله رب السماوات والارض ما توحدوه، ان الله عمل ايه؟ ارسل الي جبريل فبلغني سلام خبيب بن عدي. شوف القلب. وذلك لما هرقل زهق من سيدنا عبد الله بن حذافة القرآن مثبته، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قالوا في الحياة الدنيا ساعة الموت وساعة الفتن والابتلاءات والمحن. ماسكة في أصحاب الأخدود ماسكة ابنها مش عاوزة ترميه في النار، عاوزة تقول كلمة الكفر. قال لا تقاسع يا أمها فإنك على الحق، ارمي نفسك مش مشكلة، أهم حاجة ديني. قال لهم اقتلوه. اخذوا البطل سيدنا عبد الله بن حذافة ورايحين عشان يحطوه في زيت مغلي، موت خلاص. هنا بكى سيدنا عبد الله بن حذافة، طارت البشرى الى هرقل، ده بكى عيط. في ملاحظة، كنا في قناة الناس وبعدين بنتكلم عن آيات الله عز وجل في الكون، ففيه رجل من الأعراب قال حتة جميلة قوي، قال إن الجمل لما بيخزن لصاحبه ممكن يموته في لحظة من اللحظات. قال له طيب نعمل ايه للجمل ده عشان ما يتقرش؟ قال بيجيب الجمل ده في يوم ويخلي كل او معظم اهل القرية يضربوه في وقت واحد، لو بكى ما يسقرش لنفسه. هذا حيوان لو بكى من كثرة الضرب مش قادر يعمل حاجة كده، ما يقدرش يخزن لصاحبه خلاص. وإن لم يبكي بقى مصيبة كبيرة، لازم يسيب البلد ويروح لبلد تانية أو يبيعه في بلد تانية. هذا حيوان سبحان الله. البكاء في الإسلام قوة، أن الله عز وجل قال وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. اللهم اجعل قلوبنا توجل لكتابك يا رب العالمين. سبحان الله كما سنعلم. ولذلك لما بكى سيدنا عبد الله بن حذافة السامي قالوا له ده بكى خلاص يعني مش هيسقر نفسه. تعالى لما بكيت؟ وكان الجواب كالصاعقة والله يا إخواني، عشان تعرفوا ان القرآن بيثبت المؤمنين الموحدين بالله تبارك وتعالى، ليس الذين يترزقون منه وليس الذين يعني جل همهم ان ياخدوا شوية قرص وشوية موز وبتاع. سبحان الله. شوف سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم رب صحابه وقفوا قدام هرقل وقدام كسرى أنوشروان، يقف قدام هرقل ويقول له والله انا لا ابكي جزعا من الموت ولكني ابكي لان لي نفسا واحدة تقتل في سبيل الله، وكنت اتمنى ان يكون بعد شعر رأسي ارواحا تزهق في سبيل الله تبارك وتعالى، فالقى الله وادخل الجنة مع النبي محمد. يعني هذه المحصلة؟ هذه المحصلة.
يقدر ربعي بن عامر لكسرى ملك الفرس ويقولوا من أنتم؟ قالوا نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور السلطان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. الكلام الكبير ده يا اخوانا، احنا بنتكلم دلوقتي على ناس كانوا يتناحرون على موضع شاه، كانت تقام الحروب عشان بيت من الشعر. يا اخوانا احنا بنتكلم على ناس كانوا يعيشون لفروجهم وبطونهم. شوفوا القرآن عمل فيهم ايه وكيف تأثروا بالقرآن. نحن قوم ابتعثنا الله. قالوا الابتعاث لا يكون إلا مع النبي محمد، ما تصلوا عليه. الابتعاث لا يكون إلا مع الأنبياء. طب ليه؟ قال احنا ابتعثنا كأنه يقول نحن جئنا في الدعوة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكي نجوب الأرض شرقا وغربا لكي نبلغ دين الله تبارك وتعالى. كسرى قال يا لهوي يا ده يا سوده، هو كل من في الجيش على شاكلتك؟ يعني كلهم إرهابيين كده زيك كده والفكر بتاعهم كده؟ قالوا لا، أنا أقل واحد فيهم. لما ده أقل واحد أمال أكبر واحد إيه؟ لا الكلام ده ما ينفعش، أنا عاوز لقاء مع خالد بن الوليد. طيب أتى إليه سيدنا خالد قال له يا خالد بلغنا أنكم خرجتم من بيوتكم ما أخرجكم إلا الجوع، ناس جعانين عريانين عاوزين تاخدوا شوية من كنوزنا وخلاص، فارجع الجيش يعني يذهب إلى بلدة أخرى وأنا أعطي كل جندي 5 دنانير وأعطيك أنت 12 أقية ذهب و10 جواري وكذا وكذا من الثياب. قال أفرغت؟ خلصت كلامك؟ قال له نعم. بص للقوة وبص لنا الوقت والمسلمين قاعدين يتنازلوا، مش بقول لك لكل شبر، كل فدان وكل نقطة رمل وكل ذرة تراب عليها دم صحابي. مرة يقولوا النفط مقابل الغذاء والدواء مقابل الأرض والخرطة، وانتوا تاخدوا غزة. يا غزة بجنبك يا شيخ انت وهو. شوف تخيل، شوف التنازل. الصحابة ده كانوا فاضيين فاضيين، والله احنا اللي فاضيين. فلسطين ضاعت والعراق وافغانستان ولسه وبلاد غزو فكري. لو نزل اليهود دلوقتي مش هتلاقي حد يمسك سلاح الا من رحم ربك. الشيطان اللي بيحبوا الجهاد في سبيل الله ويحبوا ان هم تزهق ارواحهم، مين اللي يمسك السلاح ويحارب عدو الله تبارك وتعالى؟ والبلاد كل يوم بتطلع مطربين وفنانين ورقصين ومارك ستار وفرد ستار، ويعني ولا يكتفوا بالماضي انما عاوزين يعيدوا الماضي. مرة حليم ومرة الست ومرة كذا، والمسلمين نايمين إلا من رحم ربك تبارك وتعالى. أفرغت؟ قال له خلصت كلامي. قال له اسمع يا هذا، اللهم ارزقنا القوة في ديننا يا رب. قال له اسمع يا هذا، والله
احنا غلطنا واحنا جعانين ولكن بلغنا ان افضل دماء على ظهر الارض هي دماؤكم، فجئنا لنشرب منها. والله نحن قدر الله قد نزل عليك. احنا قدر ربنا نزل عليك. جئنا لنشرب من دمائكم. تخيل بعد ما تصلى على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الصحابة دول كانوا يشربوا الخمر وكانوا يفعلوا كذا وكذا وكذا، لكن شو القرآن لما نزل جعلهم ايه؟ دول اجدادنا، وانا بقول الكلام ده في كل البلاد، دول اجدادنا. اللي يقدح فيهم يبقى يقدح في سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ده انت لو ليك ابن فاسد، لو واحد عياذا بالله له ابن فاسد، التاني يقول له ايه؟ اصل ابوك معرفش يربيك. تخيل ان صحابة سيدنا النبي اللي رباهم سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك كلهم اخذوا شهادة الرضوان رضي الله عنهم ورضوا عنه. محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغضب من الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة. منهم، ما قالش منكم، قال منهم. ولذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم مش عاوز يعني ايه، يعني يخلي قلبك فيه شيء كده. حديث ابو سعيد الخدري يقول احبابي احبابي، قالوا اولسنا احبابك يا رسول الله؟ قال لهم لا، انتم اصحابي، احبابي قوم يجيئون من بعدكم يصدقون بي ولم يروني، الاجر واحدا منهم ب50 منكم. قالوا بل ب50 منهم يا رسول الله؟ قال ب50 منكم، لانكم تجدون على الخير اعوانهم لا يجدون. هذه زيادة في الحديث فيها ضعف، ولكن الحديث في مسند الامام احمد وعند ابي داود، لدرجة ان الامام ابن القيم يقول روى ابو داود في سنن له ورواه ايضا احمد الشيباني اثرا تضمن اجر 50 امرئ للعاملين بسنة العدنان، ما ذاك الا لانهم غرباء ليست غربة الاوطان، فسل الكليم المستهان عن الذي يلقاه من جمر بلا نيران. اللهم احشرنا مع صحابة نبيك يا رب العالمين. ولذلك كيف تنتفع بالقرآن؟ انت كمسلم معك مصحفك في جيبك بتسمع ايات من كتاب الله عز وجل، ازاي تنتفع بالقرآن؟ لا استطيع ان اقول لك الا حديث وكلمة للامام ابن القيم. الامام ابن القيم يقول اذا اردت ان تنتفع بالقرآن فاجعل نفسك انت المخاطب به. يعني الامام بيقرأ آية، قول ايوه انا المعني بالآية دي، انا المعني في هذه الآية، ربنا بيأمرني بايه؟ يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. ايوه اني، من امرأة ما بتصليش وابن ما بيصليش وزوجته ما بتصليش، يبقى لازم امرهم بالمعروف وانهاهم عن المنكر، لازم اقول لهم صلوا يا اولادي، اقول لهم ربنا يبارك فيكم ما تودونيش جهنم. بنتي لابسه الاسترتش ولابسه البضي وبطنها باين، فبقى لازم ادعوها الى الله عز وجل. ايه يعني الجواز؟ الجواز هياتي بامر الله عز وجل، لكن انا لو مت ربنا هيحاسبنا عليك يا بنتي. يا بنتي الشيطان بيغطي، لا الشيطان بيعري. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. يبقى يعمل إيه؟ ينزع عنهما لباسهما لإيه؟ ليريهما سوآتهما.
إنما ربنا بيغطي. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. اللهم ألبسنا ثياب التقى يا رب العالمين. يوم في غرفة النوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وانا لما اقول لك في غرفة نوم النبي صلى الله عليه وسلم ما تستحيش. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الارض. يعني ما تتكسفش. تخيل لو انت مثلا كده تتغنى بالقرآن وهتقول ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، بتدق مسمار في قلب الحيطه وقعدت تتنغم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، واحد راح داخل عليك، هل تستحي؟ هل تتكسف؟ ما تتكسفش. لكن لو واحد بيقول انا بحبك يا كسف. ليه تاني اقول اتق الله يا اخي؟ لو كان صالح لو كان طالح يقول له ايوه اصل انت البعيد يعني اصل انت سبحان الله رب العالمين. اقول لك اي رئيس اي وزير اي رجل مسؤول في الدنيا دي كلها بعد ما يموت تطلع الجرائم بتاعته ويطلع المال اللي كان خده ويطلع كذا وكذا 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 إلا سيدنا النبي محمد، إلا طبعا كان على طاعة الله عز وجل. خلاص سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الحديث اللي أنا هقوله لك دلوقتي في أوضة النوم بتاعته. الله، يعني انت عاوز تقول لي النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش في حاجة في حياته بيخبيها؟ لا، كانش له أسرار خاصة وحاجات كده وشات صلى الله عليه وآله وسلم. عقبة بن عامر بيسأل أمنا عائشة بيقول لها أنا جاي أسألك عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. قالت له أتقرأ القرآن؟ قال لها نعم. قالت كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض يغضب لغضبه ويفرح لفرحه. سيدنا عبد الرحمن بن عوف يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضحك يستنير وجهه حتى كأنه ورقة مصحف. شفت ورقة المصحف اللي في المصحف؟ سبحان الله، شوف ورقة جميلة بتبتسم ازاي. شوف سبحان الله، هكذا كان وجه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كانت الليلة ليلتي، دي أمنا عائشة زوجة سيدنا النبي محمد. وعلى فكرة يا اخوانا اللي جوز النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أمنا عائشة في الأصل هو ربنا. في البخاري جاء سيدنا جبريل بقطيفة من الجنة عليها صورة أمنا عائشة أو وجه أمنا عائشة، قال له يا رسول الله هذه زوجتك في الدنيا وزوجتك يوم القيامة. اتوحد الله. استطراد بره الموضوع. يعني انا عاوز اقول اللي بيتكلم عن امنا عائشة يبقى كأنه بيتكلم على سيدنا النبي او رب السماوات والارض. تعرف في حديث الافك صحابي قال كلمة جليلة او جميلة، قال له يا رسول الله ايخبب الله عليك؟ يعني ايه يخبب الله عليك؟ يعني واحدة وحشة يقول لك اتجوزها؟ اخبب الله عليك؟ ان الله زوجك اياها، ان الله زوجك اياها. في حديث الإفك كده قل واني لاحقر، هكذا
من أن ينزل الله فيه آيات تتلى في المحاريب إلى يوم القيامة. انت كلنا هنموت، احنا بعد 100 سنة مش هنكون موجودين مثلا، ممكن يكون النهاردة أو بكرة أو بعد نص ساعة، الله أعلم. لكن أنا بذكر الشيء يعني المستحيل، بعد 100 سنة كلنا مش هنبقى موجودين إلا من رحم ربك. وهتفضل وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وهتفضل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. كانت الليلة ليلتي فجاءني النبي محمد. عمل ايه؟ خلع ملابسه حتى مس جلده جلدي. ما تصلوا عليه. فقال لي يا عائش او يا عويش او يا عائشة والله إنك لأحب الناس إلى قلبي وإنني أحب قربك وهواك. واحد يسألني كده يقول لا يا عم الشيخ، يعني هو سيدنا النبي بيغازل زوجته؟ بيغازل زوجته. هو كان فاضي يا مولانا يبقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان لا يبغي جانب على الجانب، رجل سياسة رجل حرب، سبحان رب العالمين في الدين ما كان لا يشغل شيء عن شيء، لدرجة في أي الغزوة كان يقرع بين زوجات ويأخذ زوجات معاه صلى الله عليه وآله وسلم. شوف والله يا عائش والله أنا بحب قربك وهواك. طب أنت عاوز إيه؟ ولكن شوف سيدك عاوز إيه؟ سيدك النبي محمد صلى الله عليه وسلم عاوز إيه من أمنا عائشة؟ قال ولكن أتأذنين لي أن أبيت عند ربي هذه الليلة؟ تسمحي لي أقوم الليل النهاردة؟ طب أنا أسأل سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم بيستأذن في طاعة ولا في غير طاعة؟ ما تقول يا عم الحاج بيستأذن في ايه؟ في طاعة. سبحان الله، وأمر يقرب من الله عز وجل. طب ليه استأذن؟ حد فيكم عارف؟ قال الشرعي. وكانت الليلة ليلة أمنا عائشة. اسمحي لي أصلي. الزوجة الفقيهة تقول له ايه بقى؟ نشوف غير الفقيهة تقول له ايه؟ يا راجلنا يعني يا خلاص يعني ما ان شاء الله بكرة بإذن الله وخليك في يوم تاني. واحدة بقى لو كانت ايه عاملة بقى يعني فقيهة بقى والدنيا مثلا يعني السماء بتمطر ولا حاجة تقول لك الله مش الألباني بيقول ان المطر لو نزل ما ينفعش تصلي في جماعة؟ يا راجل خليك هنا يلا وان الله غفور رحيم. سبحان الله. ولا تعرف ان هي كده دلوقتي سبحان الله بتحجبه عن الخير. مطر شديد يغرق الناس فيه ونحن ما نوصل لهذا الامر بفضل الله تبارك وتعالى. لكن سبحان الله شوف قالت والله يا رسول الله اني لأحب قربك وهواك ولكني لا استطيع ان امنعك عن مقابلة ربك. شفت الفقيه بنت الفقيه قالت انا بحب قربك وهواك، احبك تكون جنبي لكن ما اقدرش امنعك عن ايه؟ مقابلة ربنا. ناخد من دي ايه؟ ابنك او بنتك بابا انا عاوز البس النقاب، ما شاء الله ده يوم ابيض جميل، ربنا يبارك لي فيك يا بنتي ويحسن فرجك ويغفر ذنبك، انا اللي هشتهرك من مالي عشان بفضل الله عز وجل يبقى اجره الاقيه في قبري ولاقيه يوم القيامة. بابا انا عاوز البس النقاب، يا ده يا سودة نقاب يا بيت اللي هتلبسهولي الولاد مش هيشوفوك عشان تتجوزي. سيبها سترك الاول وبعدين يبقى البسي الشوال ده. هو الله انت تلبسي لي خامة في ميزان ان شاء الله. بابا ان شاء الله رب العالمين نويت احفظ القرآن الكريم، يا رب يبارك فيك ويكرمك،
احضر مجالس العلم. يا ما شاء الله، ادعي لي ربنا يا ابني يبارك لي، واحد من صلب بيحضر مجالس العلم وحافظ لكتاب الله وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بابا انا عاوز احضر مجالس العلم. بص بقى، قلبي وربي غضبان عليك لو انت رحت جامع السنية. روح على صنف الجامع اللي جنبنا ده هون يا قلب، امال الدون دول هيودوك في داهية. اسمع كلامني ماشي يا مولانا. في صحيفه، ولذلك انا عاوز اقول لك وانا لك محب، انا جاي لك 100 كيلو من المنصورة، يعني 100 كيلو رايح و100 كيلو جاي، 200 كيلو جاي عشان ابلغك هدي سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مع انه ضيفك كمان، ده حق ثاني. لكن انا عاوز اقول لك، اقسمت عليك بالله لو بنتك تريد طاعة لا تحجبها عن الطاعة، ولو ابنك يريد طاعة لا تحجبه عن الطاعة، لأمر واحد هقوله لك بس بعد الأذان، بعدما توحد الله تبارك وتعالى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أحبتي في الله، الله عز وجل بلغ النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ابنك الصالح، بنتك الصالحة امتداد لعملك والأجرك، إما خيرا فخير، وإما عياذا بالله شرا فشر. مغني يعلم ابنه ازاي يغني وقف على المسرح وازاي ينحني لغير الله. ممثل كذلك.
رجل ليعذب في قبره. اللهم قنا عذاب القبر يا رب العالمين. فيقول الله للملائكة ارفعوا عنه العذاب. خد شوية عذاب في الأول، ارفعوا عنه العذاب. فيقول العبد ربي بما رفعت عني العذاب؟ فيقول بدعاء ولدك الصالح. طب واحد يقول لي يا عم الشيخ انا ماليش الا بنت، اعمل ايه؟ ما هي بنت برضه. ما هو احنا قلنا الامر للولد امر للبنت، اذا مات ابن ادم انقطع عمله، ولد صالح يدعو له، يعني برضه بنتا صالحة تدعو له. عشان كده النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم استأذن في الطاعة، قالت له انا بحبك قربك وهواك ولكني لا استطيع ان امنعك عن مقابلة ربك. حسن البصري يقول تزوجت امرأة من الصراحات فكان اذا جاء هزيع الليل الاخير تقول لي قم يا رجل فإن مراكب الصالحين سارت أمامنا وخلفنا ونحن هاهنا نائمون. بالله عليك لو في يوم زوجتك قالت لك الكلمة دي والله يرفسها بالرجل، قول لها ما تسيبيني يا ولية، ده ظهر مقطوع، سيبيني لا عايش بالبرسيم طول النهار، انا هتصلي 5 صلاه بتاعي روحي. بل ويكون حجر عثره في طريق عبادتها لله تبارك وتعالى. سبحان الله. رحم الله رجلا قام من الليل فايقظ زوجته فابت فنضح في وجهها الماء، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ورحم الله عز وجل امراه او زوجه يعني تقوم تصلي من الليل فايقظت الزوج أبى نضحت في وجهها الماء. نضح يعني ايه؟ يعني تحط ايديها في قلب المية كده وتقوم عاملة نطراها كده وتقوم عاملاها على وشه، بسم الله بسم الله قم يا رجل بسم الله. ناس كانوا اخ واخت كانوا متجوزين يعني بقالوش شهر يعني، فلقيت الزوج قال لي تعالى يا شيخ سيد الحقني يا شيخ سيد تعالى. المهم رحت لقيته عنده انفلونزا وبتاع ومش عارف ايه، فيه ايه؟ قال لي اتفضل يا عم الاخت اللي بتحضر لك مجالس العلم امبارح انا كنت جاي متاخر الساعه 2 بالليل، المهم نمت، قعدت تصحيني مش عارف اصحى، راحت جايبه نص جرده الميه وراحت كباه في وشي. شوف ينفع الكلام ده؟ قلت لها ازاي؟ قالت لي مش انت قلت نضح في وجهه الماء؟ ما انا بنضح في وجهه الميه هو. لا اله الا الله. قلت لها يا اختي الحبيبه نضح يعني كده يعني تنضح، انضح من بولس، تاخد لي بالك الحديث فقه يعني. سبحان الله. يبقى انت تجيب شويه ميه كده وبسم الله قوم يا ام فلان قوم نصلي ركعتين عشان الليل بتاع القبر ده هو ان ربنا ينوره لنا. سبحان الله. صلوا ركعتين في ظلمه الليل لظلمه القبور. والشعر يقول صل ركعتين إذا كنت فارغا تستريحا وإذا هممت بالخوض الباطل فاجعل مكانه تسبيحا. اللهم اجعلنا نسبحك بالليل والنهار يا رب العالمين. قالت أمنا عائشة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ولم يكثر صب الماء. يبقى من هدي سيدنا النبي لما تيجي تتوضى تعمل ايه؟ افتح الحنفيه بالراحه كده وفكر في اعضائك. ولم يرد عند الوضوء اي ذكر الا ذكرين 2. قبل ما تتوضى تقول بسم الله بس، بعد ما تتوضى تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي على كل شيء قدير. اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي، اللهم اغفر لي ذنبي، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
بس يعني يا عم الشيخ لما قال اللهم اعطني كتابي بيميني واعطني كتابي الشمال واوعى تجعل كتابي في ودني واوعى تجعل مش عارف ايه والبتاع، كل ده يا عم الشيخ لم يرد. لا لم يرد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. قال لا طب يا عم الشيخ انا بقول الكلام ده من زمان وانا يا عم الشيخ بقوله يعني في ايه؟ ما هو من غير هدي سيدنا النبي يا مولانا ما لم يرد كلام على الوضوء. طيب ربنا يغفر لي؟ يغفر لك يقينا وقطعا يغفر لك ما دام ما كنتش تعرف. طيب انا كاخ دخلت على اب ليا او 2 3 بتوضم ولقيتهم بيتكلموا ليا انني اكلمهم بس كل واحد لوحده، او اقول له يا ابويا والله هدي النبي صلى الله عليه وسلم انك كذا وكذا وكذا. في مره كنت بتوضى وبعدين لقيت 3 4 من ابائي قاعدين بيتوضم وقاعدين بيكلموا بعض، رحت مرح على الارض يا ولا انا رحت والله العظيم وانت خلي بالك وبعدين فاخ راح قال لهم لم يرد كلام على الوضوء. فواحد بص له كده قال له يعني الاحراج هو اللي ورد كده؟ هو الراجل ده كان جاي من بلاد بعيده وضيف عليهم يعني. فقلت له يا اخي ان شاء الله هي امر بالمعروف لكن كل واحد لوحده اعرف قدره وحجم اللي انت بتكلمه. ده راجل في مقام والدك فتدي له هدي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم متغلف بسلوفان وحاجه طيبه وجميله وما فيش اي مشكل خالص، وما تعملش المشاكل علشان اجر كده. سبحان الله المحافظه على القلوب اوقات بتبقى افضل، لان في بعض الناس بيعملوا عداوات في اشياء. في يوم كنت بتوضى وبعدين واحد راح قايل لي زمزم، قلت له جمعا حرما مش عارف. قال لي يعني مش عارف تبقى انت راجل ملتحي، تاخد لي بالك، مش عارف تبقى راجل ملتحي وما تعرفش اللي يقول لك زمزم. قلت له والله لم ترد يعني مش عارف والله. قال له طب يا ابني اسمعها بقى مني وكأنه شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه. قال لي بص يا ابني اللي يقول لك زمزم قل له جمعا. قلت له حاضر يا حاج بارك الله فيك جزاكم الله خير ومشيت خلاص. لكن قلت له بص بقى الحديث ده رواه ابو تلفيعه، انت الحديث ده ما قالوش حد يا جدعان، انت مش عارف هنعمل مشكله. في وقت بفضل الله عز وجل في وقت اخر جئت داعيه الى الله عز وجل في بله ودود الشريط من شرايطنا خلاص وتخلص المشكله سبحان الله. ولكن شوف النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم لم يكثر صب الماء. بعض الناس لما يجي يتوضا بتاع على الاخر وده غلط. تعرفها بالراحه كده وتفكر في اعضائك كده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل يده، اللي يغسل ايده ياخد لي بالك هو في الوضوء خرجت كل خطيئة عملها بيده حتى تخرج من بين أظفاره. كل خطيئة عملتها بوشك حتى مع أشفاره. هذا سيدنا عثمان بن عفان سبحان الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قالت فصلى صلاة طويلة استقبل القبلة كبر. طب يا عم الشيخ ما ينفعش اقول نويت اصلي 4 ركعات فرض صلاة العشاء خلف هذا الامام اللي اسمه عم احمد اللي لابس جلابيه برتقاني وقميص مش عارف، ينفع؟ لا. ازاي يا عم الشيخ؟ لازم اقول ماشي يا عم انت على دماغنا، بس هذا لم يرد عن سيدنا النبي محمد. انا مش هبيع ديني بدنياي، انا بقول لك جاي لك 200 كيلو عشان اقول لك هدي سيدنا النبي محمد وانا ضيفك. ايوه يا عم الشيخ بس اقول الله اكبر كده وخلاص. ايوه اليس الله يعلم ما في صدرك؟ يبقى النية محلها ايه؟ الا في حاجتين حد يقولهم لي. احسنت في الحج وايه تاني؟ ايه لو قلت اخليه يصب لك شاي. طيب يبقى في الحج يقول ايه؟ اللهم لبيك ايه؟ يقول ايه؟ اللهم ارزقنا جميعا حج. قولوا امين. طيب وانتوا اللي هتوزعهم؟ اول ما واحد يدعي قولوا امين وخلاص. اللهم ارزقنا حج من عندك يا رب العالمين. امين يا ارحم الراحمين. في الحج اللهم لبيك حجة، اللهم لبيك عمرة. وفي الذبح ربنا كده يكرمك كده بخروفين حلوين تاخد لي بالك
تقول اللهم إن هذا لفلان وهذا لفلان، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إن هذا لمحمد وآله وهذا لفقراء المسلمين. لا إله إلا الله. يعني سيدنا النبي ضحى عنك أنت؟ أنا راجل فقير مملوكش، سيدنا النبي محمد ضحى عندي. ضحى سبحان الله، ضحى سبحان الله مين؟ باسمي أنا لفقراء المسلمين، عشان تشوف سيدنا النبي محمد بيحبك قد إيه. صلوا على سيدنا النبي. صلى صلاة طويلة حتى قلت لا يركع. ايه ده بقى له ساعة. ركع، الركوع مثل القيام، رفع، سجد، حتى ظننت أنه قبض صلى الله عليه وآله وسلم. ساعة ساعتين. ايه ده؟ مش حاجة فيه تتحرك. قالت فخشيت عليه، حركت إبهامه قدمه وهو بصلي. قالت فحركها وأسمعني صوت، عاوز يطمنها يعني انه ايه؟ حي يرزق. اللهم احشرنا مع سيدنا النبي محمد يا رب العالمين. قالت فأسمعني صوت وهو يقول سبحان ربي الأعلى 3، ثم يقول سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. سجد لك سوادي وآمن بك فؤادي، يا عظيما يرجى لكل عظيم، يا عظيما اغفر الذنب العظيم. وهل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذنبا عظيما حتى يستغفر الله منه؟ أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إليه وأستغفره في اليوم أكثر من 100 مرة. يبقى طول ما أنت قاعد سبحان الله والحمد لله ولا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، تصلى على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكثرة الصلوات على سيدنا النبي ربنا يصلى عليك في الصلاة الواحدة 10 مرات، 10 رحمات. ضيف إلى 10 الحسنات، وضيف إلى تفريج الكربات وحلول التوحيد عند الممات ومقابلة رب البريات في جنات عدن يوم القيامة. اللهم أرنا وجهك يوم القيامة يا رب العالمين. سبحان الله. طيب خلاص، وأخذ يبكي بكاء شديدا حتى بلل الحصير. قالت فقلت له يا رسول الله يعني إن لك اليوم شأنا، في حاجة النهاردة يعني حصلت لك يعني وكده. فقال لها يا عائش أنزلت علي الآن آية ويل لمن لاكها بلسانه ولم يعيها قلبه. قالت فأقرأني إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم قنا عذاب النار يا رب. ولذلك من مواقف المؤثرة في القرآن أنصحك بآيتين، واحنا وعدنا بعض من الشهر اللي فات ان احنا عهدنا ربنا لو تكلمنا عن اي امر ننفذه حتى الشهر القادم ان شاء الله القاكم ونتكلم في امر اخر.
حدثنا عن بر الوالدين، واللي مخاصم ابوه وامه يروح يبوس ايديهم ورجليهم، وقلنا لو كانوا ميتين هتعمل ايه في المحاضرة السابقة. النهاردة انا هقول لك على ايتين اتفكر فيهم. اتفكر في قول الله عز وجل: اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. وآية: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولذلك أحبتي في الله، أمة لا تقدر كلام ربها ولا هدي نبيها سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا له: فيه آية نزلت عليك، فيه آية نزلت عليك لو أنزلت علينا نحن معشر اليهود لأقمنا لها عيدا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دين كمل وتم. كنت جاي من اسكندرية، الكلام ده من 5 سنوات، وكان معايا شيخ جليل انتوا بتحبوه، لقين كنيسة بس مزخرفة يعني لدرجة تلفت النظر. تعرفوا مكتوب على الكنيسة ايه من بره؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال له: اقف. كلم قتل واحد من جوه، خرج قال له: ايه دي الآية دي؟ لا ده في القرآن عندنا في سورة الحج. قال له: لا، الآية دي موجودة عندنا وانتوا يا مسلمين سرقتوها مننا وحطيتوها في المصحف. قلنا قعد يزعق وقلت له: ما تجيبناش مشاكل بالله عليك، الله يكرمك، احنا عاوزين توكل على الله. استنبطت من كده ايه يا اخواني واحبابي في الله، اهل وربيتي الكرام؟ استنبطت من كده ان هم عارفين مقدار الآية. تخيل دي، اقسم بالله ان فيه قنوات بتستفتح بالآيات، وانا بأقسم بالله عز وجل لو تفكرت الامة في الآيات دي ما تقدم الرأس والخلاعة اللي بعد الآيات. يعني لما تقرأ: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، وبعدها أغنية فيها رأس وكليب عياذا بالله. ولذلك احنا قلنا اندثار الكتاتيب ايام سيدنا، من ايامها، من ايام ما تخرج الشيخ المنشاوي والشيخ الحصري والشيخ البنا ومحمد والشيخ محمد رفعت، ده قيثارة السماء في المدينة قدام الحرم المدني على طول، ناس بيبيعوا أشرطة وبيبيعوا مصاحف. فقلت له: ده بكام؟ قال لي: السداس 50 ريال. الشريم قال لي 50 ريال. فقلت له: طب انا عاوز الطبعة دي. قال لي: دي ب95 ريال. قلت له: دي بتاعت مين؟ قال: المنشاوي، دي طبعة المنشاوي، قارئ مصري. فعرفت ان اساتذتي كانوا يقولوا ان مصر معقل القرآن الكريم. هات لي واحد زي المنشاوي او زي الحصري او زي الشيخ محمد رفعت او زي الشيخ البنا، هات لي ناس زي دول كده. ليه؟ دول اتربوا ايام الكتاتيب، ايام سيدنا،
وبعض من ابائي واخواني في الله اللي قاعدين شافوا شوية من الخير ده لما وجدوا ان الامة هترجع للقرآن وهو الى اخره. لا، اول مخطط يهودي اندثار الكتاتيب. عشان كده بقول لكم اعملوا كتاتيب في بيوتكم، اعملوا كتاتيب في المسجد، خد لك 2 بس من القرية حفظهم كتاب ربنا، افضل معاهم طول عمرك. 1 بس لو صدق معاك احفظوا القرآن سوا، لو صدق معاك اقسم بالله بعبادة عمرك كلها. فالقرآن شافع ومشفع، وممكن صاحبك ده يشفع لك يوم القيامة. اللهم شفعنا في بعضنا وشفع فينا سيد المرسلين يا رب العالمين. في شو الغناء وجعل المغنيين نجوم. والله واحد قمة الغباء، ربنا يهديه ويهدي المسلمين اجمعين. المذيعة مستضافاه لابس ساعتين، شوف بس قمة في أمة سيدنا النبي محمد، بتقول له حضرتك لابس ساعتين ليه؟ شوف بقى أحمد بن حنبل، شوف العالم الجهبذ، قال له والله الساعة دي بتاعتي، إنما الساعة دي اللي بيسألني عن الساعة أقول له لدي، ما أقولوش لدي، لأن دي بتاعتي ودي بتاعت الناس. ما شاء الله. فبتقول له ايه الآية اللي في القرآن؟ انت مالك ومال القرآن؟ قابلت في يوم من الأيام والله الأخ اللي بيقدم في التلفزيون ده جنيه دهب ده وبتاع، قلت له ده أسئلة؟ راح لواحدة متبرجة ولابسة جنس وبطنها باينة تقول لها زوجات سيدنا النبي هاتيلي كده 3. هي عارفة أصلا. انت اسألها قول لها درست فين في اللاسيه الفرنسيه، قول لها مثلا يعني قول لها اسئله خاصه بها هي. سبحان الله، ما توحدوا الله تبارك وتعالى. لدرجه ان في بعض المذيعه من المذيعات لما جهلنا كلام ربنا بتقول مع فضيله الشيخ الفلاني وما يتيسر من سوره الحجر. وبتسأل راجل مسؤول كبير ايه الآية اللي بتحركك في كتاب ربنا تبارك وتعالى، عشان بس تعرفوا جهل الأمة بالقرآن. ايه الآية اللي بتحركك في القرآن؟ قال لها قول الله تبارك وتعالى اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. قالت له صدق الله العظيم. افتتاح القرآن بالحفلات الغنائية، وهذا ليس من إكرام القرآن. العلماء قالوا من شرب الخمر وهو مسلم فهو فاسق لا يكفر، لأنه لما استحل شيء من الدين معلوم بالضرورة أو ما أنكر شيء معلوم من الدين بالضرورة فاسق. فمن شرب الخمر وقال الله فهو كافر، لأنه عرض اسم الله تبارك وتعالى للنجاسة، وعرض اسم الله تبارك وتعالى ما شاكل ذلك. ورقة ملاش أي قيمة، لكن لو كتب على لفظ الجلالة المسلم لو شافها على الأرض بيعمل فيها إيه؟ ياخدها ويقبلها كمان. بشر الحافي كان اسمه بيذكر مع اسم سيدنا النبي محمد، فقالوا له ما شاء الله انت بتتكلم كلام انبياء، كلام معليه وقوي. ما كان بدء امرك، بدء امرك وبدء توبتك كانت ايه؟ حاجه عجيبه وغريبه. جايز حصلت لك، حصلت لابويا واخويا في الله، لاختي فوق من اللي بتسمع. قال كنت امشي في السوق فوجدت ورقه يطأها الناس باقدامهم وهم لا يعرفون، مكتوب عليها لا إله إلا الله. بقول خدتها مسحت الطين اللي عليها، وكان معايا دينار أو درهم فضة، إن الدرهم فضة والدينار ذهب. ورحت شاري بيه طيب إزالة مسك، ورحت مطيب الورقة ورحت حاططها في جيبي
كانش بيصلي. بقول فسمعت هاتفا في رؤياي يقول يا بشر طيبت اسمنا وعزتي وجلالي لأطيب قلبك من أجل حبيبك محمد. احنا عارفين ان الرؤيا يأخذ منها حكم شرعي ولا حكم فقهي. يعني لو واحد جالك وقال لك ابويا جالي في المنام بيقول لي اعمل لي ابني قبر في قلب الجامع، اقول له لا ما ينفعش يا اخوي، ما تاخد لي بالك، وهكذا. ولذلك سبحان الله افتتاح القرآن بالحفلات الغنائية، ركبت في مرة مع بتاع ميكروباص وبعدين لقيته بيشغل اغاني، فقلت له الله يكرمك شغل قرآن. قال لي ما انا شغلته الصبح يا شيخ. قلت له طب ما تشغل كمان شويه. قال لا 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 انا اصطبحت وخلاص. يعني عندنا استباحه وبنشغل 3 دقايق كده وبعد كده يشغل بقى، نسأل الله العفو والعافيه. ولذلك سبحان الله من الاستهانه بالقرآن قراءته على الاموات. بعض الناس هيزعلوا مني لكن والله هذا ما أدين به الله تبارك وتعالى. قراءة القرآن على الأموات لا تجوز. ازاي يا عم الشيخ؟ أنا دلوقتي عاوز أقرأ قرآن لأبويا. ماشي يا عم أنت في الجامع اقرأ القرآن وقول يا رب ارحم بهذا القرآن أبي، هذا جائز ليس فيه شيء. لكن أنا أروح للقبر وأستقبل القبر وأقرأ قرآن عند القبر، هذا لم يرد عن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بتيتا. واللي عنده الدليل يقوله لنا. يوم في الأيام لقيت والله 3 قاعدين عند قبر وقاعدين يعملوا كده هو، أقسم بالله قاعدين يعملوا كده هو بالظبط. انتوا كذبان، انتوا كذبان. لا ما اسمع، مش سامع الا كلمه. في الاخر خالص من جهلي عرفت ان هي سوره الرحمن. فبقول له ممكن اسالك سؤال يا عم الشيخ؟ انا بقول له. قال لي اتفضل يا ابني. قلت له مين المؤذن ايام سيدنا النبي محمد؟ قال لي بلال. مين كان صاحب سيدنا النبي في الغار؟ ابو بكر الصديق. مين اللي كان بيقرأ قرآن على المقابر ايام النبي؟ قال لي مش فاكر. قلت له لا يا اخويا ما كانش فيه. ابو موسى الاشعري كان اتاه الله مزمارا من مزامير ال داوود. لا اله الا الله. النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي قيام الليل جوه في الغرفه في يوم، وكان ابو موسى الاشعري بيقرأ قرآن. ألهى سيدنا النبي عن صلاته. سيدنا النبي ساب الصلاة وقعد يسمع وقال الحمد لله الذي جعل في امتي مثل هذا قرآن سلاسل ذهب. صبح الصبح قال له لقد سمعتك تقرأ القرآن البارحة يا ابا موسى، لقد اعطاك الله مزمارا من مزامير ال داوود. لو كان واحد مننا يقول له وسمعت الاحكام بقى وشوف بقى انت تسمع يا صوت تمام 100 100 شوف ولا الطبلة بقول لك اهو. تاخد لي بالك. تعرف قال له ايه؟ قال له والله يا رسول الله لو اعلم انك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. قرأت بقى متكنكتر بقى عشان تشوف واحد من امتك بيقرأ القرآن ازاي. لذلك ربنا عز وجل يقول لينذر من كان ايه؟ من كان ايه؟ السامع مش ميت. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. انا بحلفك بالله بعدما توحد الله تبارك وتعالى اللي هيفيد الميت الطلاق مرتين فامساك بمعروف او تسريح باحسان. هتزعل مني؟ ازعل من سيدنا النبي. انا جاي ببلغك الدين والشيء اللي ليس فيه شك. ولذلك احبتي في الله، يعني من الاستهانة بالقرآن الكريم ما شاء الله تحليته مصحف ذهب يحلى به صدور المتبرجات وروحوا بالمصايف عياذا بالله، نسأل الله العفو والعافية، ويدخلوا بيه دورة المية. تعلقوا في السيارات وعلى اول البيوت كده. زمان كنت اشوف تدخل بيت تلاقي فيه حجاب عم بتاع زي الحجاب كده كبير وفيه مصحف. ايه يا عم؟ يقول لك اصل بيحفظ البيت. لا اله الا الله. من الحفيظ؟
فالله ايه؟ خير حافظا وارحم الراحمين. يقول الامام ابن القيم: من جعل القرآن في مكان لكي يحفظه فإن هذا القرآن يحرق. مصحف يحرق لأنه اتخذ حجاب. ولذلك تعالوا في السيارات، وبعض الناس والله العظيم يا اخوانا ركبت في مرة مع سائق اقسم بالله المصحف محطوط وعليكم تراب قد كده اهو، خدته لدرجة ان ملابسي كلها اتعملت. فيقول له هدومك يا شيخ؟ قلت له ده انا الحسن، انا الحس التراب اللي على المصحف ده ينفع كده؟ قال له هو بقى علشان الحوادث وبتاع ومش عارف ايه وعاوز يقنعني. سبحان الله. ولذلك احبتي في الله، الله عز وجل خير حافظا وهو ارحم الراحمين. اهداء في علب من الزينة لعلية القوم. هتاخد درع الكماشة واخد لي بالك، ولا درع الجمهورية، ولا درع مش عارف ايه، وبعدين يقوم جايب له بقى مصحف كده كبير، هو كبير، هو مصحف قد كده محطوط كده في قلب البتاع، تاخد لي بالك، في قلب البتاع، وعلبة قطيفة كبيرة محل بالذهب كده وبتاع. هو بيحطه فين؟ تخيل يحطه فين؟ والله رأيت ذلك بعيني. يحطه فين؟ في النيش. ياخد المصحف يحطه في النيش. عدم تقدير اهل القرآن يا اخوانا. رجل عندنا في المنصورة بنى مجمع مكلفه 3,750,000 جنيه. يعني 3 مليون، 4 مليون الا ربع، 3 مليون ونص. بناه تمام 100 وخلاص وجمله. وطرد امام عشان الامام بيقول له انا عندي 4 عيال وانت بتدي لي 150 جنيه مش مكفيني. قال له هو 100 جنيه بس. قال له 100 جنيه في الشهر تعمل ايه؟ انت باني مجمع ب3 مليون ونص وجاي تتكلم في فلوس الامام؟ قال له هو كده، هتمشي واجيب غيرك. تخيل 3 مليون ونص. طب انفق عليه من اجل الله تبارك وتعالى. اديله 500 جنيه كل شهر وما بعملش حاجه. اديله 500 جنيه، اديله 1000 جنيه، فيها ايه؟ قل من اجل الله تبارك وتعالى. عندك مال امن سيدنا ابو بكر لما انفق على مصطفى بن عتاته. انفق عليه وقول له بص انا بعطيك عشان القران بس، عشان يوم القيامه تشفع لي يا ولا، او يوم القيامه تدعي لي، او تدعي لي وانت ساجد بدل ما تدعي علي. سبحان الله. ولذلك انا عاوزك تبدا من الوقت، واحنا عهدنا ربنا يا اخوانا وانا معاكم. ابدأوا من اول النهاردة. اشتري لك مصحف يكون صاحبك. اسمع كلامي، فإن العمر قصير. رجل كفيف حافظا لكتاب الله عز وجل وراني مصحفه، قال لي ده صاحبي بقاله 45 سنة. تعرفوا مات فين؟ مات في مسجد سيدنا النبي محمد العام الماضي بس، ودفن في البقيع. اللهم ارزقنا موتة في بلد رسولك يا رب العالمين وشهادة في سبيلك يا رب. ابدأ دلوقتي، اخرج من المحاضرة دي بعد صلاة العشاء، ادخل البيت هتلاقي عندك مصاحف كتير صدقني. خد لك مصحف، قول ده صاحبي مش هسيبه. ايوه يا عم الشيخ بس ما بعرفش اقرا. اهدي مصحف لبيت من بيوت الله، اشتري مصحف ب10 12 جنيه وقول يا رب ده هو وقف لوجهك الكريم. طب واحد يا شيخ انا هحط المصحف ده يحط مصحف ده يحط مصحف مثلا، يعني ما اقراش في مصحفي. يا ابن الحلال انت اجرك شغال سواء اتقرأ فيه او ما اتقرأش فيه. ما توحدوا الله تبارك وتعالى. سبحان الله. زي الداعية الى الله بياخد اجره من الله تبارك وتعالى. اجر الدنيا ماشي اجر الاخره، لكن باخد اجر من الله. ناس 10 منكم سمعوا الكلام وخرجوا جابوا المصاحف وحطوها معاهم والزموها وقعدوا يقرأوا فيها وله بقى لهم اوراد وحفظوا القرآن. يا اخوانا والله النهارده كنت انا والاخ احمد محمد موسى رحنا النهارده نزور ابوه. اللهم احفظ عليه دينه يا رب العالمين واحسن خاتمته يا ارحم الراحمين. راجل يا اخوانا 85 سنه
85 سنة. واخ يحدثني بيقسم لي بالله بيقول نايم، وقلت له آية وإذ قال موسى، قال له إبراهيم، وهو نايم. سورة قال سورة إبراهيم. رجل هنا يا اخوانا غدينا عنده النهاردة حفظ اكتر من 15 جزء، ولا بيعرف لا بيقرا ولا بيكتب. استعجبت، حفظتهم ازاي يا حاج؟ قال والله انا ما بعرفش اقرا ولا اكتب. اروح لواحد الحاج احمد فيقول يعيد عليا الايه 3-4 مرات. اقول له خلاص كده، اللي بعدها بقى. قلت له طب في يوم اكتر يوم حفظت فيه قد ايه؟ قال لي حفظت صفحتين. يعني حفظ ربع في يوم، وهو ما بيعرفش لا يقرا ولا يكتب. والاخ تلاقي عنده اقسم مصحف فارسي، ومصحف مش عارف مدينة، ومصحف مكة، ومصحف لفهرس، ومعجم لأحفاظ القرآن الكريم، وعنده 20-30 مصحف، وشغل لي في الله لا إله إلا الحي القيوم، وإن أعطيناك الكوثر، وقل هو الله أحد، وإن الله يحب المحسنين. ابدأ من دلوقتي، ابدأ. والله رجل من الصالحين أختم كلامي بيه، رأوه في ثياب جميلة في الرؤيا، قالوا له ماذا فعل الله بك؟ قال لهم أكرمني وأباح لي وجهه أنظر إليه بكرة وعشيا. قالوا له في إيه؟ قال لهم بالقرآن. إزاي يا عم؟ ده أنت كنت لا بتقرأ ولا بتكتب. اللهم والله هو كان يحفظ القرآن سماعا كده. قال لهم ولكن كنت عندما أنام أخذ المصحف في صدري وأضمه وأبكي بكاء شديدا وأقول كلام ربي كلام ربي، كلام ربنا، كلام إلهي. والله لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا، أقسم بالله لو طهرت القلوب ما شبعنا من كلام الله سبحانه وتعالى. ولكن اقبل الآن على القرآن، تدارك ما فات من عمرك. واحد يقول لي عم الشيخ ده مش هاخد الكتاب. والله لأن تعيش وتحفظ آية كل يوم واحدة في كتاب الله خير لك أن تموت وليس في صدرك شيء من القرآن. الذي ليس في صدره شيء من القرآن كالبيت الخرب، أو كما قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وشفاء أبداننا وذهاب حزننا وغمنا. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسيناه وعلمنا منه ما جهلناه وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم إني أحب هؤلاء في سبيلك فاجعلنا على منابر من نور يوم القيامة. اللهم ألف بين قلوب الموحدين، اللهم ألف بين قلوب الموحدين، اللهم ألف بين قلوب الموحدين. اللهم اخلط القرآن بعظمنا ودمنا ولحمنا واجعله شافعا لنا مشفعا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإن شاء الله رب العالمين أود الألفت نظر حضراتكم إلى أمرين. الأمر الأول هو زعلني شوية، بس مش عارف، قد يكون سلو البلد كده، ممكن حد يزعل، لكن شيء بصدري بقوله. زي ما هو أخ مثلا يقول لي يا شيخ والله ربنا يبارك فيك المحاضرة كانت قيمة لكن فيها 1 و2. أقول له جزاكم الله خيرا. المرة اللي فاتت صلينا وقعدت هنا وما شاء الله لقيت بعض الإخوة وجوههم منورة وكانوا يسمعهم مني بفضل الله عز وجل. ألاقيهم كلهم هناك هنا وما أحد جاء وسلم علي ولا حتى قال لي أنت اتكلمت يا مولانا في كذا، طب ممكن نعمل كذا، تعال ناقشني وكلمني وقول له طب أنا حافظ البقرة ولا عمران وبعدين نسيتهم، أعمل إيه؟ أفيدك وتفيدني. ولذلك أنا نظرت إلى المنظر لكن صدق ما عجبنيش.
فعشان كده بلفت النظر، لو جالك واحد ضيف تيجي إن لم يجد منك إلا أن تسلم عليه وتبسط له بوجهك وتلين له القول فهذا يكفي. أما جالك 200 كيلو وبعدين الأخ يبص لي كده ويعمل لي كده وأنا أبص له، أنا عاوز أروح لأقوم أسلم عليه، أخويا في الله جاي الشفاعة لي يوم القيامة، لكن أجي أبص لا أعمل لي كده وراح مدور وشه الناحية التانية. ده الأمر الأول. حد زعل؟ طب اللي زعلان يرفع ايده. طيب قولوا لا إله إلا الله. مش عجباني دي، قولوا لا إله إلا الله. ده فيلم أهل هربيت أهل كرم. قلنا قبل كده إن بفضل الله عز وجل إحنا في المنصورة بنبني مسجد مالك الملك، هو تحت الإنشاء، يعني الورق هستلمه بفضل الله النهاردة أو بكرة، ونبدأ بفضل الله عز وجل فيه فحرا وشغلا قد يكون الشهر القادم بكتير. قلنا دلناكم على باب من أبواب الخير، اللي عاوز يجيب رمل زلط ما بنقبلش فلوس من حد، ولو كانت 1,000,000 جنيه ما بنقبلهاش. نقول له روح هدوهم رمل وأسمنت وزلط وتعالى معايا وتليفوني أديهولك، مفيش في مشكلة. قلنا ممكن يكون الناس مستورين زي حالاتي، قلنا بإن شرايطنا بره في المسجد بتنفق على هذا المسجد، ريع الشرايط كلها بيروح للمسجد مالك الملك. كلام ده من 4 سنوات بفضل الله عز وجل، وعملنا مبلغ لا بأس به يعني، لكن لا يعني بفضل الله عز وجل يعني ممكن يكفي جانب الزلط مثلا أو الرمل. فقلنا الفقراء اللي زي حالتنا ممكن ياخد له 4 شرايط ب10 جنيه. ايه 10 جنيه؟ ليس الداعية الى الله عز وجل بيقول الدرس وبيمشي كلكم دعاء، عاوز تاخد اجر داعية خد لك 20-30 شريط وزعهم على بتوع اسمه ايه بتاع اللي ده طفطف توك توك، وفي رواية وزعه، قول له يا خد امسك يا اخي شغل الشريط ده هو والله عليك ما تشغلش اغاني. كل ما يشغل بفضل الله عز وجل هيكون لك اجر ان شاء الله. اخ عبد الله بره معاه تعرفوا قد ايه 100 شريط، يعني ممكن دلوقتي واحد دلوقتي قام بفضل يقول له يا شيخ سيد انا عاوز ال100 شريط دول، مفيش مشاكل، والتاني يقول انا عاوز 50 شريط، الخير كبير كتير بفضل الله، ولا يمنع الخير عن نفسي. ولكن ابص المره اللي فاتت اجد ان 12 شريط بس اللي اتباعهم، والله ليس من اجل سيد عطيه، سيد عطيه تحت الحذاء، لكن بدلك على باب من ابواب الخير. باب ايضا من ابواب الخير هذا المسجد. المسجد ده يا اخوانا بيجيب دعاه الى الله. تعرف الداعيه عشان يجي يبلغك هدي النبي صلى الله عليه وسلم ايه اللي بيحصل له؟ تعالى وقوم جاي، لا بياخد انفاق سياره، بيتغدى او بيتعشى، يعني بيكون في انفاق. تخيل لو ان موارد الانفاق ديا بقت صفر، مش هيجي لنا دعاء ولا هيبلغوا هدي سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مثلا سامحوني لازم نكون واقعيين، ولكن اقول ايها الاخوة ضعوا ايديكم في يد ادارة المسجد. رصيدكم كام؟ رصيدنا 10، لا بقوا 100، بقوا 1000. تعالوا نجيب الشيخ الفلاني، تعالوا نجيب العالم الفلاني، تعالوا نجيب الداعية الفلاني. شريط اسمه وصية غراء لفاطمة الزهراء، اخوي احمد جه هنا ووزعه، اتصل بي يا اخوة ربنا يبارك فيهم، اللهم بارك فيهم يا رب. يقول يا شيخ سيد شريط ما شاء الله عاوزين ننشره في البلد كلها، هات لي 20، وتلاقوا له هات لي 50، تلاقوا له هات لي 100. نعرف الناس مين السيدة فاطمة بنت سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى في آخر كلامي أن يبارك فيكم، وأقسم بالله غير حانث أنني أحب هذه البلدة حبا جما، بل إن أخوي أحمد لما بيتصل بي يقول أنت عندنا يوم كذا، يعلم ربنا أنا هوري له الأجندة، اسكندرية كرموز، يقول أنت عندنا يوم 22/8، أقوم شاطب هربيت حفظهم الله. وهذا حب مني إليكم،
فأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يكرمنا وإياكم. وبقول لكم يا ريت اللي ينزل المنصورة يجي بفضل الله يزورني. تليفوني مفتوح وبيتي ممنوع لأي أحد منكم، وبفضل الله عز وجل الإخوة معاهم التليفون بتاعي، ما بحجبهمش عن حد ولا بعمله صامت ولا بكنسل وأقول لهم كل عام وانتم طيبين عشان بظهر في قناة الناس. لا والله، أقل واحد منكم وليس بكم قليل أضعه على رأسي بفضل الله تبارك وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم على منابر من نور يوم